يا مساء الفل، تعالوا بقى النهارده نعمل اسهل واحلى بسكوت بريحه البرتقال. هنسمي الله ويلا بينا. هنزل باول حاجه السمنه والزيت، وهتلاقوني كاتب لكم المقادير تحت في اول كومنت. هنزل عليهم بالسكر واضربهم لحد ما السكر يدوب ولونه يفتح ويبقى كريمي. هنزل ببيضه، البيضه التانيه، سنه الفانيليا. هنزل بقصنص البرتقال، ما عنديش، ممكن احط تانك بالبرتقال، ممكن احط عصير برتقال فريش او بشر برتقال. اجيب عندي الميه وانزل فيها بالنشادر وهقلبها وهضرب وانزل سنه سنه وبس كده. مش هضرب كتير اول ما انزل الميه والنشادر. وهجيب عندي الدقيق وانزل عليه بالبيكنج باودر وهنزل بيه على خليط وما الخل وهقلب بس لحد ما تبقى بالقوام ده كده. نسمي الله بقى ونجيب مكنه البسكوت، ومحدش يتريق على مكنه البسكوت بتاعتي، انا بعتز بيها جدا المكنه دي. وهنرصهم جنب بعض كده. نكمل باقي الكميه وهندخله الفرن على درجه حراره 160. هياخد مننا من 12 ل 15 دقيقه. بعد كده هنشغل عليه الشوايه على نار هاديه جدا ونتابعه، وبعد كده نطلعه. البسكوت بتاعنا بعد ما طلع من الفرن هو ده اللون المطلوب. البسكوته معانا بصوا، مش متخيلين ريحه البرتقال اللي انا واقف فيها. تحفه تحفه، اقسم بالله تحفه. كوبايه الشاي بلبن بقى يا باشا وعيش. وفي اخر الفيديو يا رب تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا. ما تنسوش تكتبوا لي محتاجين ايه الوصفه الجايه. سلام.